بيبدأ الفيلم مع لوكي اللي بيوصل لمنظمة ذا شيلد وبيهجم على الحراس كلهم بالصولجان بتاعه وبيقدر يخلص عليهم واحد ورا التاني، والحارس هوك بيحاول يوقفه بس لوكي بيتحكم فيه عن بعد باستخدام الصولجان وبيخليه تحت طوعه، ونيك فيوري بياخد حجر التسراكت علشان يهرب بيه بس لوكي بيوقفه وبيقول له انا جاي من الفضاء علشان اخد الحجر ده مخصوص ومش همشي من غيره. ونيك فيوري بيتعرف على لوكي وانه يبقى اخو ثور وجاي من كوكب اسجارد، ولوكي بيتحكم في 2 دكاترة تانيين وبيخليهم تحت طوعه، وهوك ضرب نار على نيك فيوري وخدوا الشنطه اللي فيها حجر التسراكت وماشيين، بس بيطلع ان نيك فيوري ما ماتش، والحارسه هي اللي بتحاول توقف لوكي واللي معاه لكنها بتفشل وهم بيهربوا، ونيك فيوري بيأمر هيل وبقيه الحراس يرجعوا التسراكت، بس لوكي بيهجم على عربيات الحراس بالصولجان بتاعه، ونيك فيوري بيركب طيارته وبيحاول يلحق عربيه لوكي ويوقفهم، بس لوكي بيدمر طيارته وبيقدر يهرب، ونيك فيوري بيكلم رجالته وبيقول لهم الشنطه اللي فيها التسراكت لازم ترجع وكده احنا في حاله حرب، وبيأمرهم يجمعوا فريق من الابطال الخارقين، وبعدها نيك فيوري بيروح بنفسه ويقنع بطل خارق اسمه ستيف واللي هو يبقى كابتن امريكا، واللي في الوقت ده كان بيتمرن ملاكمه، وبيفتكر ذكرياته لما اتعمل عليه تجربه وخلته بطل خارق وقوته رهيبه، ولما نزل بالطياره في الميه وفضل متجمد لمده 70 سنه، وستيف بيتمرن بقوه لدرجه انه بيدمر كيس الملاكمه من قوه لكمته، ونيك فيوري بيقول له انه هو عايزه في مهمه، وبيعرفه ان حجر التسراكت اتسرق، وحجر التسراكت ده مصدر طاقه كبير وهايل واللي سرقه شخص اسمه لوكي، وستيف بيوافق ينضم ليه لانه عارف قد ايه قوه حجر التسراكت، وبعدها بنتعرف على العميله ناتاشا وبيتصل بيها المساعد بتاع نيك فيوري اللي اسمه فيل وبيقول لها ان هوك اتخطف، فناتاشا بتقلق عليه جدا، وفيل بيطلب من ناتاشا انها تروح تقابل هالك وتقنعه ينضم لفريق الافنجرز، وناتاشا بتوافق، وبعدها بننتقل للهند مع بنت صغيره بتروح تقابل العالم بروس وبتطلب منه المساعده علشان ابوها مريض، وبروس بيوافق يساعدها وبيروح معاها البيت، بس بيطلع ان البنت الصغيره خدعته، وناتاشا هي اللي استدرجته لهنا علشان تتكلم معاه، وبروس بيكون عايش هنا علشان يبعد عن اي مشاكل ومش عاوز يتحول لشخصيه هالك، وبقاله سنه تقريبا عايش في سلام بدون ما يتحول لهالك، وناتاشا بتعرفه بنفسها وانها عميله تبع المخابرات في منظمه اسمها ذا شيلد، وبتقول له نيك فيوري عاوزك في مهمه معينه علشان حجر التسراكت اتسرق والحجر ده ممكن يدمر الكوكب، ونيك فيوري بيجمع فريق علشان يرجع الحجر، والحجر بيخرج منه اشعه جاما، وانت اكتر شخص بيعرف معلومات عن اشعه جاما، وبروس بيرتاح لان كده نيك فيوري محتاجه وهو كانسان مش محتاج شخصيته التانيه اللي هي هالك، بينما نيك فيوري بيقابل القاده العسكريين وبيتكلم معاهم عن لوكي وبيقول لهم انه عاوز يجمع فريق اسمه الافنجرز، بس القاده بيكونوا قلقانين من الفكره دي ومش عاوزين يحطوا املهم في ايد اشخاص تانيين، ونيك فيوري بيقول لهم ان هو محتاج فريق يتصدى لوكي ولما يحط الخطه المناسبه هيقدر يخلي الافنجرز تحت سيطرته، فالقاده بيسالوه عن ثور واذا كان يقدر يساعدهم في ايقاف لوكي، فنيك فيوري بيقول لهم مش هنقدر نعتمد على ثور لانه مش من كوكبنا، وبننتقل لتوني ستارك اللي بيكون بيوصل كابل طاقه علشان يغذي بيه مبنى ستارك بتاعه الجديد، وبعدها بيطير في الجو وبيرجع للمبنى وبيقابل حبيبته بيبر، وبسبب غرور توني بيدي لنفسه كل الفضل في بناء مبنى ستارك، وبيقول لبيبر انت ليك الفضل في 12% بس لان انا عملت كل الاعمال الشاقه، وبيخش عليهم العميل فيل وبيقول لتوني انت مدعو لفريق الافنجرز وبيديله ملف المهمه، وتوني بيفتح الملف وبيشوف لقطات لاعضاء الافنجرز وبيقلق لما بيعرف ان حجر التسراكت اتسرق، وتاني يوم ستيف بيكون في السكه لمقر ذا شيلد وبيعرف ان بروس حاول يصنع لنفسه مصل شبه اللي ستيف خده زمان لكن المصل فشل والنتيجه انه اتحول لهالك، وفيل بيقول لستيف شرف ليا اني اقابلك، وستيف بيقول له انا اتمنى اكون الشخص المناسب للمهمه دي، وبعدها الطياره اللي فيها ستيف بتوصل لقاعده ذا شيلد، والقاعده دي بتكون في نص الميه وبتقدر تطير وكمان بتقدر تختفي، وبعدها ستيف بيقابل ناتاشا وبروس وبيتعرفوا على بعض، وستيف بينبهر من التكنولوجيا اللي اصبحت موجوده في العالم، ونيك فيوري بيشكر بروس ان هو جه، وفي الليل بيقول احنا بندور في كل كاميرات العالم علشان نوصل للتسراكت، بس بروس عاوز يضيق نطاق البحث وهيبحث في مناطق معينه علشان يقدر يحدد مكان التسراكت بشكل اسرع، وبعدها رجاله لوكي بيحاولوا يفتحوا بوابه للفضاء بس لحد دلوقتي ما بنكونش عارفين السبب، ولوكي بيروح يقابل كائنات فضائيه والاتفاق اللي ما بينهم ان لوكي يديهم حجر التسراكت وفي المقابل ان هم يديله جيش من الفضائيين وبيكون اسمهم جيش شتوري علشان لوكي يحتل بيهم
الارض. ولوكي بيقول لهم كان المفروض انا اكون ملك كوكب اسجارد، بس عرش المملكه اتسرق مني وراح لاخويا ثور. ولوكي حاليا بيحاول يفتح بوابه للفضاء علشان يعدي منها جيش شيتوري، وقائد شيتوري بيهدد لوكي وبيقول له لو التسراكت اتاخدت منك مش هتعرف تستخبى مني علشان هجيلك وهقتلك. ولوكي بيتعصب من تهديداته، ورجاله لوكي بيكونوا محتاجين حجر اسمه إيريديوم لان ده هيساعدهم في فتح البوابه للفضاء، وبيقرروا يسرقوا الحجر ده من اوضه عالم فضاء. ولوكي بيفكر في فكره معينه وانه يشتت انتباه عملاء ذا شيلد لحد ما هوك يربط حجر الإيريديوم مع حجر التسراكت، وبعدها فريق ذا شيلد بيقدروا يحددوا مكان لوكي بالقمر الصناعي، وبيطلع انه في المانيا. ونيك فيوري بيدي لستيف مهمه القبض على لوكي، وهم ما كانوش يعرفوا ان لوكي قاصد يجيبهم لحد عنده. وستيف بيروح يلبس بدله كابتن امريكا الجديده، اما لوكي فبيوصل للمتحف ده وبيضرب عالم الفضاء وبيثبته علشان ياخد منه بصمه عينه، وبصمه العين بتتنقل لهوك، وهوك بيقدر يفتح اوضه عالم الفضاء السريه علشان يسرق حجر الإيريديوم. وبكده خطه لوكي بتنجح، وكل الموجودين في المتحف بيجروا وخايفين من لوكي. ولوكي بيظهر بالبدله بتاعته وبيدمر عربيه الشرطه اللي كانت جايه عليه، وبيظهر قدام الناس بكذا نسخه وبيصرخ في وشهم وبيأمرهم يركعوا ليه، وهم بيخافوا وبيركعوا. بس في راجل عجوز بيقوم وبيرفض كلام لوكي، ولوكي بيقول للناس اتفرجوا على العجوز ده وانا بقتله. بس قبل ما يقتله بيظهر كابتن امريكا وبيصد الضربه، وبعدها هجم عليه بالدرع بتاعه وبتدور ما بينهم معركه قويه، وبيطلع ان لوكي اقوى من كابتن امريكا بكتير، وكابتن امريكا بيدرك انها مش هتبقى مهمه سهله، وبيحضر في المكان الكابتن ايرون مان وبيسدد هجوم قوي على لوكي. ولوكي بيقرر يستسلم بسهوله، والافنجرز بيقبضوا عليه وراجعين بيه على امريكا. بس ستيف ما كانش مرتاح ان لوكي استسلم بسهوله كده، وكأن دي تبقى جزء من خطته. وفجاه بيحصل برق شديد في السماء، ولوكي بيفهم ان دي اشاره ثور، وفعلا ثور بيحضر على الطياره وتوني كان هيخرج يقتله، بس ثور بيوصل وضربه وبياخد لوكي وبيمشي. وتوني بيغضب وبيقرر يطاردهم، وستيف بيقرر ما يقعدش ساكت وبيروح علشان يوقفهم قبل ما يتقاتلوا لان ده مش هيوصلهم لحاجه، وبياخد باراشوت وبينط من الطياره. وثور ولوكي بيهبطوا على الارض، وثور بيقول له انا وعيلتي اعتقدنا انك مت وكلنا زعلنا عليك، بس لوكي معتبر نفسه مش من العيله لان ابوه رافض لوكي دايما وبيعامله وحش. وثور بيقول له احنا اخوات وتربينا مع بعض، فلوكي بيقول له كان المفروض انا اللي اكون ملك اسجارد مش انت، وخلاص من دلوقتي اسجارد ما بقتش تهمني وما بقاش في حاجه تجبرني اقعد، وكل تركيزي دلوقتي على كوكب الارض. فثور بيقول له ما ينفعش يسيطر على كوكب الارض لان الكوكب ده تحت حمايته. فلوكي بيستهزأ بيه بيقول له البشر هم اللي مدمرين الكوكب وبيقتلوا بعض دايما، وانا عايز احكم الكوكب ده علشان اسيطر عليهم. فثور بيتعصب عليه وبيقول له انسى افكارك دي وارجع معايا لاسجارد، وبيساله فين حجر التسراكت، وثور بيكون محتاج الحجر ده علشان هو اللي هيرجعهم لاسجارد. فلوكي بيقول له اسجارد ما بقتش بيتي وانا خبيت حجر التسراكت في مكان الدبان الازرق ما يعرفلوش مكان. وفجاه ايرون مان بيهجم على ثور، وثور بيقول له انت مش عارف انت بتتعامل مع مين. فتوني بيتريق على اللبس اللي هو لابسه وبيقول له لو انت عاوز لوكي يبقى تديني حجر التسراكت، ولحد ما ده يحصل ابعد عن طريقنا. لكن ثور هجم عليه بالمطرقه بتاعته، وتوني بيرد عليه وكسر بيه الشجره، وثور بيشحن المطرقه بتاعته من البرق وبيضرب بيها توني ستارك، بس بدله ايرون مان امتصت القوه دي وضربوا بيها مره تانيه، والاتنين بتدور ما بينهم معركه مميته، وتوني مش عارف يتفوق عليه، وثور بيستدعي المطرقه لايده وبيحاول يدمر بيها ايرون مان. في اللحظه دي كابتن امريكا بيتدخل وبيأمرهم يتوقفوا، وبيأمر ثور ينزل المطرقه بتاعته، فثور بيرفض وبيهجم عليه، وستيف بيصد الهجوم بالدرع بتاعه، والاشجار اتدمرت من اثار الضربه، وبيقرروا انهم فعلا لازم يوقفوا قتال. وبعدها عملاء ذا شيلد بياخدوا لوكي لمركبه ذا شيلد، وباين على لوكي انه مش متضايق انه اتقبض عليه، وبيحطوه في قفص صعب الهروب منه، ونيك فيوري بيحذره بيقول له ما يحاولش يهرب، ولو حاول يدمر القفص هيخليه يقع من الطياره وهيموت. ولوكي بيستنتج ان القفص ده اتبنى في الاصل لبروس علشان يحبسوه لو اتحول لهالك. ولوكي بيقول لفيوري انا عارف انك عايز حجر التسراكت علشان تصنع بيه حاجات معينه، وكل اعضاء الافنجرز بيكونوا سامعين كلام لوكي وبيبداوا يشكوا في نيك فيوري وعاوزين يعرفوا نيك فيوري محتاج حجر التسراكت في ايه بالظبط. ونيك فيوري بيتعصب لان لوكي شخص ذكي جدا ومحاربته مش هتكون حاجه سهله. وثور بيحكي للافنجرز اللي يعرفوا عن خطه لوكي وانه عاوز يدخل جيش شيتوري للارض علشان يسيطر عليه. وستيف مستغرب ازاي لوكي هيكمل خطته وهو مقبوض عليه وهيعمل ايه بحجر الإيريديوم. فبروس بيقول له ما تركزش مع لوكي علشان شكله مجنون. فثور بيقول له يتكلم على اخوه بادب. وتوني بيتدخل وبيقول لهم لوكي محتاج حجر الإيريديوم علشان يثبت البوابه
البوابه، وبالتالي البوابه ممكن تفضل مفتوحه لوقت طويل، ولسه هيحتاج مصدر طاقه قوي علشان يشغل حجر التسراكت. ولان توني مش مرتاح لفيوري بيحط جهاز على الكمبيوتر علشان يخترق بيانات ذا شيلد كلها. اما بروس فهو بيبقى دكتور في الفيزياء، وهيحاول يعرف لوكي هيحتاج انهي مصدر طاقه بالضبط، وبيعرف ان قوه صولجان لوكي متاخده من حجر التسراكت، فبيحاول يستخدم الصولجان ويحدد مكان التسراكت. وتوني بيعجب بذكاء بروس وبيعدمه يجي عنده، بس بروس بيرفض علشان خايف اي حاجه تعصبه ويتحول لهالك، علشان مش بيقدر يسيطر على نفسه وهو متحول وممكن يدمر المدينه كلها. وتوني بيهزر معاه وبيحاول يخليه يتحول لهالك، فستيف بيتدخل ومش بيعجبه اللي بيعمله توني، علشان لو بروس اتحول لهالك فكل اللي في المكان هيكونوا معرضين للموت، وبيقول له اللي انت بتعمله ده مش كوميدي. فتوني بيغير الموضوع وبيسال ليه نيك فيوري استدعانا دلوقتي. انا حاسس ان هو مخبي حاجه عننا بخصوص التسراكت، وهو في الاصل جاسوس وشغال مع المخابرات، فاكيد مخبي عننا اسرار كتير. وهما الاتنين بيسالوا بروس لو يعرف حاجه، وبروس كان حاسس فعلا ان فيوري مخبي حاجه، وبيقدر يعرف ان لوكي محتاج برج ستارك علشان يشحن حجر التسراكت، لان البرج ده فيه مفاعل نووي، والمفاعل ده جواه طاقه هايله، وعن طريق البرج هيقدر يفتح بوابه للفضاء. وعلشان كده نيك فيوري طلب المساعده من توني ستارك، بس انا مش عارف ذا شيلد محتاجين التسراكت في ايه. وتوني بيقول انا خليت نظام الذكاء الاصطناعي بتاعي يخترق منظمه ذا شيلد علشان اعرف كل الاسرار اللي نيك فيوري مخبيها علينا. بس ستيف مش بيعجبه اللي عمله توني، لان ستيف في الاصل جندي ومتعود ان هو يطيع الاوامر مش يتحدى الحكومه. فتوني بيقول له انا على عكسك تماما، مش بطيع اوامر اي حد ومش بحب شغل الحكومات، انا بشتغل بدماغي وبس. وبروس بيقول لستيف توني عنده حق، وستيف ساعتها بيقرر يتاكد بنفسه اذا ذا شيلد مخبين حاجه ولا لا، وبياخد بعضه وبيمشي. وتوني مش قلقان من لوكي ومعتقد انه هينتصر عليه بكل سهوله، وبيحاول يقنع بروس يتحول لهالك ويحاول يسيطر عليه، وبيقول له انا جسمي فيه مفاعل واصبح جزء مني واتعلمت ازاي اسيطر عليه. فبروس بيرفض كلامه وبيقول له الموضوع معايا مختلف، ولو اتحولت لهالك كلكم هتتضايقوا مني. وبعدها ستيف بيتسلل لمخزن ذا شيلد علشان يعرف هما محتاجين حجر التسراكت في ايه، وبيعرف انهم عاوزين التسراكت علشان يصنعوا بيها اسلحه دمار شامل، وبكده نوايا ذا شيلد بتتكشف، وستيف بيتعصب من كده. وبعدها ناتاشا بتقابل لوكي وبتكون قلقانه على هوك، وبتساله انت عملت ايه في هوك، وهي بتكون قلقانه عليه لانه انقذها من الموت قبل كده وهي صغيره. ولوكي مش بيديها اجابه واضحه وبيتلاعب بيها وبيقول لها انا هخلي هوك يقتلك، وبعد ما يقتلك انا هقتله. فناتاشا بتترعب منه ومن شره، بس بتقدر تتلاعب بيه وبتاخد منه معلومه مهمه، وان لوكي عاوز يعصب بروس علشان يتحول لهالك. وستيف بيواجه نيك فيوري بالاسلحه اللي لقاها في المخزن، وتوني بيكون عرف نفس المعلومه دي بعد ما اخترق نظام ذا شيلد. وبروس بيسال فيوري ليه عايزين تصنعوا اسلحه دمار شامل، فنيك فيوري بيضطر يتكلم وبيقول له علشان الارض اصبحت بيجي لها كائنات فضائيه اقوياء زي ثور. وثور السنه اللي فاتت لما جه الارض دخل في حرب مع فضائيين تانيين، وفي قريه اتدمرت بسببهم، وكل الفضائيين اقوى مننا، فلازم نصنع اسلحه قويه علشان نحاربهم، لان البشر ضعاف جدا ومش هيعرفوا يتصدوا ليهم. وثور بيقول له لوكي جه هنا علشان انت كنت بتستخدم التسراكت، ولو ما كنتش استخدمته من الاساس ما كانش لوكي حس بيه وجه على الارض. ففيوري بيقول له الفضاء مليان كائنات كتير غير لوكي وفيهم ناس طيبين، وبيفضلوا يتجادلوا وبينسوا شغلهم. وستيف وتوني بيتخانقوا، وستيف بيقول لتوني انت من غير البدله بتاعتك ولا حاجه، فتوني بيقول له انا من غير البدله بتاعتي ابقى شخص عبقري ومليونير وصاحب اكبر شركات في العالم. فستيف بيقول له انا اعرف ناس ما عندهمش الفلوس اللي عندك بس قيمتهم اعلى منك بكتير لانك اناني ومش بتقاتل غير لنفسك، وعمرك ما هتضحي بنفسك علشان حد، فما تعتبرش نفسك البطل هنا. وتوني بيرد عليه وبيقول له انت مجرد تجربه معمل، وكل القوه اللي عندك دي حصلت عليها من مجرد مصل. فستيف بيقول له روح البس بدلتك وتعالى نخش في قتال. فثور بيتريق عليهم وبيقول لهم انتوا ناس تافهين جدا، وبروس بيتعصب منهم وبيقول لهم انا كنت عايش في حالي وبعالج الناس، ليه خليتوني انضم ليكم، انتوا ناس انانيه. وبيطلع ان في نفس الوقت هوك بيقدر يحدد مكان طياره ذا شيلد عن طريق صولجان لوكي لانه مرتبط بحجر التسراكت، وبيتضح ان لوكي ساب نفسه يتقبض عليه علشان هوك يقدر يوصل لمركبه ذا شيلد، وهوك ورجالته بيستعدوا، وهوك بيضرب على طياره ذا شيلد سهم فيه
قنبله واحدى محركات المركبه بتتدمر وبيحصل فوضى في المركبه، وتوني وستيف صفوا خلافاتهم دلوقتي وبيضطروا يتحدوا سوا. وفي غرفه التحكم الكل بيكون في حاله ذعر ومش هيقدروا يصلحوا المحرك اللي اتدمر لانهم طايرين في الهواء، ولو في محرك تاني اتدمر الطياره كلها ممكن تقع. والعميله هي اللي بتقول لازم شخص يخرج يصلح المحرك، وتوني بيقرر يعمل المهمه دي وبيروح يلبس بدلته وبيروح للمحرك وبيحلل كل الاضرار وعاوز يشيل الحطام اللي وصل للمحرك، وبيقطع اجزاء الحطام بالليزر. وهوك ورجالته بيقتحموا المركبه وبيشتبكوا مع فيوري ورجالته، وفي جندي كان هيرمي قنبله على المحرك بس ستيف بيمنعه وبيضرب رجاله هوك وبيرميهم من فوق. اما بروس مش بيقدر يسيطر على اعصابه، وناتاشا بتحاول تهديه علشان ما يتعصبش وبتقول له بلاش تتحول لان ده اللي لوكا عايزه، بس بروس مش بيقدر يستحمل وبيبدا يتحول لهالك، وعمليه التحول بتكتمل وناتاشا بتقلق لان كده بروس مش بيكون في وعيه، واللي قدامها ده وحش عاوز يدمر ويقتل اي حد قدامه. فهي بتطلع تجري بسرعه بدون تفكير كتير، لكن هالك بيطاردها. ولوكي لما بيسمع صوت هالك بيفرح، وهالك بيجري ورا ناتاشا وبيدمر اي شيء في سكته، وناتاشا اصبحت في خطر حقيقي، وهالك بيضربها وبيوقعها وكان على وشك يقتلها، بس ثور بيتدخل وبيوقفه وبيقلق من حجم هالك المرعب. وبالرغم من قوه ثور الجباره ما كانش قادر يوقف هالك، وبيستدعي المطرقه بتاعته وبيضرب هالك بيها وبيطيره. فهالك بيغضب وبيرمي عليه جناح الطياره، بس ثور رمى عليه المطرقه وثبته في مكانه لان المطرقه بتكون تقيله جدا ومش اي حد يقدر يشيلها، حتى هالك مش قادر. والقتال ما بينهم بيكون مدمر، وهي اللي بتقلق من هالك لانه كده هيدمر المركبه، فبتستدعي طيار جوي علشان يشتت انتباهه. وفعلا الطيار بيطلق النار على هالك، فهالك بيغضب جدا وبينط على الطياره وبيفضل يدمر فيها، والطيار بيهرب بالباراشوت والطياره بتنهار وهالك بيكون عليها. وبعدها هوك رمى قنابل على غرفه التحكم وبيعطل اجهزتهم، فبالتالي المركبه بتتوقف عن العمل وبتبدا تنهار. وتوني بيضطر يلف مروحه المحرك بنفسه علشان المركبه ما تقعش، وتوني بيستخدم كل قوه بدلته علشان يلف المروحه، وفعلا توني بيبذل مجهود كبير جدا واخيرا المروحه بتشتغل، بس توني بيتعلق في المروحه وبيتصدم فيها وبيخرج بمعجزه بس بدلته اتدمرت. وستيف بيتضرب عليه نار وكان هيقع في الجو بس بيمسك في سلك، وبعدها توني بيهجم على الجنود وبينقذ ستيف. اما ثور فبيوقف لوكي عن الهرب، بس بينتهي بيه الامر ان هو يتحبس مكانه علشان بيطلع ان اللي ثور حاول يمسكه ده كان هولوجرام، ولوكي نسخ نفسه علشان يخدع ثور ويحبسه مكانه، ولوكي في الحقيقه كان هرب من القفص من بدري. وثور حاول يكسر الازاز بالمطرقه بتاعته وبيعمل شرخ في الازاز، والعميل فيل بيوصل وبيرفع السلاح على لوكي، وده احدى الاسلحه اللي اتصنعت من حجر التسراكت، بس لوكي جه من وراه وطعنه، وبعدها فتح المركبه ورمى القفص اللي فيه ثور للهاويه. وثور بيحاول يكسر الازاز قبل ما يتصدم بالارض وقدر يهرب منه في الوقت المناسب قبل الاصطدام، وبيطلع ان فيل لسه فيه نفس وبيقول للوكي انت اللي خسرت في النهايه. ولوكي بيقول له ان الافنجرز دلوقتي منقسمين وبيتخانقوا مع بعض، وثور وقع من السماء وزمانه دلوقتي مات، فازاي هخسر؟ وبعدها فيل ضربه بالسلاح وطيره، لكن لوكي مش بيموت وبياخد طياره وبيهرب. وعلى الجانب الاخر في المركبه ناتاشا بتخش في قتال مع هوك، والاتنين مش بيمتلكوا قدرات خارقه زي البقيه، فالقتال ما بينهم بيكون متكافئ وبيستخدموا مهاراتهم القتاليه ضد بعض. وناتاشا خبطت هوك على دماغه، فهوك بيبدا يفوق ويخرج عن سيطره لوكي. وفيوري بيقلق جدا على فيل لانه بيموت، وفيل بيقول لفيوري للاسف انا خلاص هموت، وفيوري بيحزن عليه جدا، والكل بيعرف بوفاته وبيتضايقوا جدا وبيحسوا بخيبه امل لانهم خسروا القتال وخسروا شخص مهم زي فيل ورجعوا لنقطه الصفر، ودلوقتي مش عارفين مكان التسراكت وفقدوا ثور وبروس. وتوني حاسس باليأس والاحباط، وفيوري بيستغل موت فيل علشان يحفزهم للقتال وبيقول لهم ايوه انا كنت عاوز اصنع اسلحه من التسراكت بس كنت عايز حاجه اهم من كده، واني اجمع فريق من الابطال الخارقين ويقدروا يشتغلوا مع بعض كفريق، ولما العالم يحتاجهم يكونوا موجودين دايما وينقذونا ويخشوا في معارك وحروب البشر العاديه ما يقدروش انهم يخشوها. والعميل فيل كان نفسه ده يحصل بس للاسف ده ما حصلش. بينما بروس بيكون واقع فوق المبنى ده ودمره ورجع لشكله الانساني، بس ما فيش حد اتاذى، والحارس ده بيديله لبس لانه عريان تماما، وبالرغم ان هوك فاق بس بيكون مربوط. وناتاشا عايزه تتاكد انه فاق تماما واستعاد عقله بالكامل، وهوك
بيقول لها انا كنت حاسس اني مسلوب الاراده وفي شيء جوايا هو اللي محركني، وهوك حاسس بالاحباط لان اكيد في ناس بريئه ماتوا بسببه. بس ناتاشا بتقول له ما تلومش نفسك، انت كنت تحت سيطره لوكي واحنا قبل كده ما اتدربناش اننا نقدر نواجه وحوش وسحر وكائنات فضائيه، فبتقرر انها تحرره. وهوك بيقول لها المعلومات اللي يعرفها عن خطه لوكي وانه هينفذ خطته النهارده. فناتاشا بتقول احنا لازم نوقفه، بينما توني كان واقف بيفكر في العميل فيل وبيقول عليه غبي علشان ما ينفعش يقف في وش لوكي، وكان لازم ان هو يستنى حد يواجه لوكي وما يواجهوش بنفسه. وبيقول لستيف احنا مش جنود تحت امر فيوري وانا مش هنضم لفريق الافنجرز. فستيف بيوافقوا على كلامه وبيتفق معاه وبيقول له احنا لازم ننسى كل اللي فات ونخلص المهمه دي. وتوني بيستنتج ان هدف لوكي كان انه يهجم علينا في مكاننا علشان يفرقنا عن بعض ويخلينا نتخانق ونلوم بعض، بس احنا لازم ما نتهزمش، واكيد هو ناوي يقتلنا قدام ناس كتير علشان يثبت للعالم انه هزم الابطال الخارقين ويقدر يحكم العالم. ودي طبيعه لوكي لانه شخص بيحب يلفت الانظار. وبيستنتج توني ان لوكي هيفتح البوابه فوق برج ستارك علشان الناس كلها تشوف اللي هيحصل، وفريق الابطال الخارقين بيقرروا يصلحوا من فشلهم السابق ويتحدوا سوا وينسوا اي خلاف ما بينهم لان مصير العالم بقى ما بين ايديهم، وكل واحد فيهم دلوقتي بيستعد بسلاحه الخاص. وبعدها توني بيوصل لبرج ستارك وبيشوف العالم إيريك وهو بيجهز التسراكت، وتوني هجم على الجهاز بس الضربه ارتدت فيه. وتوني بيدرك ان لوكي عامل درع حوالين التسراكت وتوني مش هيقدر يدمر الجهاز بالقوه، وبيخلع البدله وبيقابل لوكي وبيقول له ان الفريق بتاعنا كبير قوي ومش هتقدر تنتصر علينا ومفيش حد بيحكم الارض، وحتى لو جه اي حد وانتصر علينا فاحنا هنرجع ننتقم. ولوكي مش بيحس باي تهديد من كلامه وبيستهزأ بفريق الافنجرز لانه انتصر عليهم وكان عاوز يسيطر على توني زي ما سيطر على هوك. بس لوكي بيحط الصولجان على المفاعل بتاع توني فتوني مش بيتأثر ابدا، ولوكي بيتعصب على توني وبيقول له كلكم هتركعوا ليا وبيرميه من الشباك. وتوني بيستدعي البدله بتاعته بسرعه اللي بتطير وراه وبتتشكل على جسمه وبينقذ نفسه في اخر لحظه، لكن في نفس الوقت التسراكت اطلق شعاع ازرق في السماء وبكده بيفتح البوابه للفضاء وبيخرج منها جيش توري. وتوني بيتصدم وبيتقاتل معاهم وبيخرج صواريخ عليهم، وبالرغم ان توني قدر يقتلهم بس هم عددهم كان كبير ومش هيقدر يقتل كل دول لوحده. وشيتوري بيهجموا على الارض وعلى الناس البريئه وبيحولوا الاماكن اللي كان كلها سلام لحاله حرب. ولوكي بيظهر ببدلته وبيحس بالانتصار، وثور بيوصل وبيأمره يقفل التسراكت بس لوكي بيرفض وبيقول له الحرب هتحصل مهما حصل. وهما الاتنين بيتقاتلوا ضد بعض والناس في الشوارع بيجروا من الخوف، والشرطه بتوصل بس مش بيقدروا يعملوا حاجه مع الفضائيين. وبعدها ناتاشا وهوك بيوصلوا بطياراتهم علشان يساعدوا توني بس بيتشتتوا مع قتال لوكي وثور، ولوكي بيهاجم على طيارتهم والطياره بتبدا تنهار، بس هوك بيشغل الهبوط الاضطراري وبيهبطوا بسلام. وهما الثلاثه عاوزين يطلعوا لبرج ستارك بس بيتصدموا لما بيشوفوا وحش عملاق خارج من البوابه، وبيخرج من الوحش ده عدد كبير جدا من وحوش توري وبيهجموا على البشر. وثور بيضرب لوكي وبيقول له بص بسببك ايه اللي بيحصل، هل انت معتقد ان انت كده هتحكم الارض؟ فلوكي بيخدع ثور انه متاثر وحاسس بالذنب، وفجاه بيطعن ثور في بطنه فثور بيغضب وضربه بعنف. ولوكي ركب على طياره من طيارات شيتوري وهرب منه، والمدينه بتتحول لجحيم حرفيا. وناتاشا وهوك بيحاربوا شيتوري على قد ما يقدروا وبينقذوا الناس اللي اتحبسوا في العربيات. وستيف بيدي الاوامر للشرطه وبيعرفهم باماكن الناس اللي محتاجين انقاذ، بس الضباط ما يعرفوش ستيف اصلا فمحدش بيرضى ياخد منه اوامر. لكن لما ستيف ضرب كائنات شيتوري ودمرهم بيقرروا ينفذوا كلامه. وناتاشا وهوك بيدمروا كل الكائنات دي وعاوزين يدافعوا عن الارض مهما كانت المخاطر، بس المهمه بتبقى صعبه عليهم فستيف بيتدخل وبيساعدهم، وبيوصل ثور وبيدمرهم وبيفكروا في خطه لايقاف حجر التسراكت. بس المشكله ان الدرع اللي حوالين الحجر لا يمكن اختراقه، وبروس بيوصل لحد عندهم وهم عاوزينه يتحول لهالك ويساعدهم في القتال. وايرون مان بيهجم على الوحش العملاق وبيلفت انتباهه وبيستدرج الوحش وراه علشان هالك يحاربه. وستيف بيسأل بروس هل ده هيعصبك علشان تتحول؟ فبروس قال له انا على طول متعصب، وفعلا بيتحول وضرب الوحش ووقفه. وتوني ضرب عليه صواريخ وقدروا يدمروا الوحش ده، وكائنات شيتوري بيتصدموا من اللي حصل. وبكده فريق الافنجرز بقوا عارفين يتحدوا ويقاتلوا سوا، بس اللي بيكون صدمه ليهم ان بيوصل جيش تاني من وحوش شيتوري وفريق الافنجرز بيتصدم، وكابتن امريكا بيدي الاوامر العسكريه لكل شخص فيهم وكل واحد فيهم بيروح ينفذ المطلوب منه. وهالك بيروح يدمر كائنات شيتوري وبيستخدم اقصى قوته، وثور بيطلع لاعلى مبنى في المدينه وبيسحب طاقه كبيره من البرق وبيوجه الطاقه دي على الوحوش وبيدمرهم. وتوني بيستدرج وراه عدد كبير جدا من الوحوش وهدفه يبعدهم عن الناس. وفي وحش بيقرب من مبنى فيه ناس بس هالك بيتدخل وبيوقفه وبيستخدم قوته الهائله عليه. وناتاشا بتواجه
الموت وبتعيش بأعجوبة، وبتقول لستيف احنا مش هننتصر الا لما نقفل البوابة دي لان اقوى اسلحتنا مش هتعمل حاجة معاهم. بس المشكلة ان عددهم ما بتخلصش، وناتاشا بيجي في بالها فكرة معينة، وبعدها ستيف بيرمي ناتاشا لفوق وهي بتتعلق في احدى الطيارات وبتتخلص من الفضائي ده وبتسيطر على الطيارة. وتوني بيدمر الفضائيين اللي كانوا بيطاردوها وبيتعاون مع ستيف وبيقتلوا فضائيين اكتر، وبقية الابطال الخارقين بيتقاتلوا بكل قوتهم وما عندهمش اي نية للاستسلام، وواقفين بيقاتلوا بكل عزيمة واصرار. وفي فضائيين محاصرين الناس دول في البنك، وستيف في الوقت المناسب بيتخلص منهم، والجيش بيوصل للمدينة وبيشتبكوا مع الفضائيين، وفي عدد كبير من المدنيين اصبحوا مصابين ومحتاجين الرعاية بسرعة. وستيف شاف الدمار اللي حصل وحاسس باليأس لانها معركة صعبة جدا، ولوكي بيطارد ناتاشا وعاوز يقتلها، فهوك بيطلق سهم على لوكي والسهم انفجر فيه ويوقعه على برج ستارك، وهالك بيوصل له وبينزل فيه ضرب بدون اي مقدمات، ولوكي بيتجمد في مكانه، والعالم إيريك بيكون فاق من سيطرة لوكي وبيقول لناتاشا ان صولجان لوكي هو الوحيد اللي هيقدر يوقف البوابة، ولحسن الحظ صولجان واقع قدام إيريك. وفي نفس الوقت توني كان بيستنزف كل طاقة البدلة في القتال وبيفتح كل اسلحته وبيخش جوه الوحش وبيدمره، واسهم هوك بتكون خلصت والوحوش جاية ناحيته، فهو بينط في الهواء وبيضرب الحيطة بخطافه وبيخش البرج من الشباك، وفي عدد كبير جدا من الوحوش بيتجمعوا وبيبداوا هجوم مكثف على هالك، بينما فيوري بيتواصل مع قادة العالم وبيقولوا له ان احنا خدنا قرار وهنرمي قنبله نوويه على المدينه علشان كل الفضائيين يموتوا. ونيك فيوري بيرفض القرار ده وبيقول عليه قرار غبي لان في مدنيين لسه هناك وفريق الافنجرز قادرين يتصرفوا، بس المجلس مش بيقتنعوا بكلامه وبيقرروا يطلقوا صاروخ نووي على برج ستارك، وفي طياره بتبدا تتحرك ناحيه نيويورك، بس فيوري ضرب الطياره بصاروخ ووقفها بنجاح، لكن لسوء الحظ في طياره تانية بتتجه للحرب، وفيوري بيتواصل مع توني وبيقول له في خلال 3 دقايق في صاروخ نووي هيترمي على المدينه، فتوني بيطير علشان يتصرف بسرعه، وبعدها الصاروخ بيتم اطلاقه على المدينه، وفريق الافنجرز لسه بيتقاتلوا لكنهم تعبوا والموضوع اصبح مستحيل. وفي اعلى البرج ناتاشا جابت الصولجان وبتخترق بيه الدرع وبتقول لزمايلها انا هقدر اوقف البوابه، بس توني بيأمرها تتوقف لان في قنبله نوويه جايه علينا، وتوني عاوز ياخد الصاروخ للبوابه علشان تنفجر في الفضاء، وبيروح يمسك الصاروخ ونظام الذكاء الاصطناعي اللي اسمه جارفيس بيقول لتوني ان دي هتبقى مهمه خطيره جدا وممكن ما ترجعش منها عايش، بس توني مش بيهتم وعارف العواقب وعاوز يتصل بحبيبته بيبر علشان يودعها قبل ما يموت، لكن بيبر مش بتسمع التليفون علشان مركزه مع الاخبار وهي اصلا قلقانه على توني، وتوني بيشيل الصاروخ وبيبعده عن البرج في اخر لحظه وبيخش بيه البوابه، وفيوري وكل العملاء بيتبسطوا، وتوني لما دخل الفضاء بدلته بتتوقف عن العمل وبيتضايق انه ما قدرش يودع حبيبته بيبر، والصاروخ النووي بينفجر في مركبه شيتوري وكلهم بيموتوا في الحال، وناتاشا مستنيه توني يرجع علشان تقفل البوابه، بس ستيف بيديها امر تقفل البوابه حالا، وتوني بيقفل عينه مستسلم للموت وبيقع من البوابه في اخر لحظه، والبوابه بتتقفل، وهالك نط في الجو وانقذ توني وبيشيلوا له القناع وبيعتقدوا ان هو مات، بس هالك بيزعق فيه فتوني بيفوق وبيقول له يخرب بيت صوتك، وكلهم بيضحكوا وبيفرحوا انهم اخيرا انتصروا، وتوني بيقول لهم احنا لازم نرتاح بعد اللي حصل ده، وبيقترح عليهم يروحوا يتغدوا سوا، بس ثور قال له الموضوع لسه ما انتهاش لان لوكي لسه موجود، ولوكي لما بيقوم بيلاقي الافنجرز كلهم قدامه فبيتصدم وبيقرر يستسلم، وبعدها الاخبار بتتكلم عن الهجوم الفضائي اللي حصل وبيقولوا ان فريق الافنجرز انقذونا، والشعب حبوا الافنجرز جدا واصبحوا مرتاحين نفسيا علشان في ناس بتدافع عنهم، وكل بطل خارق اصبح ليه جمهوره معجبين وبيلبسوا لبسهم وبيقلدوا حركاتهم، وكل اعضاء فريق الافنجرز اصبحوا من المشاهير، وفيوري بيقرر يدي التسراكت لثور لان مكانها الاصلي هو كوكب اسجارد، وبيسمح لثور ياخد لوكي معاه علشان يتحكم في بلده، وثور بياخد لوكي وبيمشي، وكل اعضاء فريق الافنجرز بيرجعوا لحياتهم الطبيعيه وهيستنوا اي مكالمه من نيك فيوري علشان يقدموا المساعده للكوكب، وبعدها زعيم جيش شيتوري بيتكلم مع شخص اسمه ثانوس، وثانوس ده شخص خطير جدا، وزعيم شيتوري بيحكي له ان الخطه فشلت والبشر طلعوا اقوياء جدا وما قدرتش اجيب لك حجر التسراكت، فثانوس بيقرر يجرب خطه تانية. ولحد هنا بيخلص الفيلم، واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان تشوف الجزء التاني اول ما ينزل، وبس كان معاك ماندو، صلى على النبي والسلام.